الاكس فاكتور في العمليه هم الامريكان، والامريكان جاءوا مو لتعمير العراق، لتخريب العراق. أي. الغزو الامريكي للعراق، الاحتلال الامريكي للعراق اللي اعلنوه رسميا بالامم المتحده، وبعض الاشخاص ما يقبل يعتبروا تحرير من شنو ما تدري يعني. على كل الامريكان جاءوا لغرض ازاله العراق من التاريخ. نعم، والغزو الامريكي للعراق غزو مؤدلج. ايش تقصد بالمؤدلج؟ مؤدلج مثل ما احنا الان عندنا كليات عقائديه لا نفارقها، ونعتقد في يوم ما سيكون كذا وكذا وياتي كذا وكذا وكذا ونمهد لكذا وكذا. ليش ما تتحدث بها هذه؟ ليش تمر عليها بطريقه كذا وكذا يعني تمر عليها؟ مو هذا يعني قصه طويله يعني يصير مال ملالي يعني. هذا طرحك يعطي ايحاء اللي تفضلت به جنابك. المقوله التي جاء بها الجيش الامريكي الى العراق عندما حاول بوش قال الله قال لي روح للعراق. يقول انت درعان، انت تندل الله حتى يجي يقول لك رب العالمين. هو يقصد الله مالته. وحاول يقنع الاوروبيين بهاي المقوله، ما وافقوا، حتى الفرنسيين ما وافقوا. هاي المقوله تقول لا ينزل الرب حتى يعاد بناء هيكل سليمان. مقوله عندهم عقائديه يعني. نعم. لا تلومهم عليها. الله مكنهم علينا ويلعبون كيف. لا ينزل الرب حتى يعاد بناء هيكل سليمان، ولا يعاد بناء هيكل سليمان حتى تقوم إسرائيل الكبرى. فهدف إقامة إسرائيل الكبرى هدف مقدس ديني، لأن إنه بعقائدهم إنه الله مالتهم ينزل بإسرائيل، ما ينزل بأمريكا. أمريكا يعتبروها العاهرة. هذا ينزل الرب ويرفع حتى عرايا شيكاغو إلى هذا ويبيد الآخرين. هاي يعني شلون احنا عندنا دقيقة، شلون عندنا مكة والقدس؟ مكة والمدينة والقدس. نعم. انت قاعد، انت لو يعني المسلمين الهنود، الماليزيين، المسلمين اللي موجودين بامريكا باوروبا عندهم مكة والمدينة مقدسات. هذول نفس الشيء عندهم. ليش؟ لان الله ينزل هنا عندهم. ينزل وين؟ مو بامريكا. هذا تبرير للطبقة السياسية التي حكمت فيما بعد؟ لا، هذا توضيح انه الامريكان ترى ما جاوا محررين. حتى تقوم لا ينزل الرب حتى تقوم اسرائيل، حتى يعاد بناء هيكل سليمان، لان الرب ما ينزل اذا ما يلقي الهيكل. لازم يهيئوا له الهيكل حتى ينزل يصلي به. ويصلون به وراه. زين، هذا الهيكل من يحمي؟ لازم تقوم اسرائيل الكبرى. إسرائيل الكبرى شلون تقوم؟ ولا تقوم إسرائيل الكبرى إلا بعد خراب بابل وآشور. من هو بابل وآشور؟ العراق. فمن جو عزالوا الدولة. إذا ليش كنتم مؤيدين لهذا احنا من المؤيد؟ احنا نؤيد يعني. المعارضة بشكل عام كانت مؤيدة، أنا أعتقد والطبقة السياسية